مشينا السكن اللي بغينا ولا لا ثم لا ولا ثم لا ولا لا للأغنى ولا لا للأقصى ولا لا للتشريد ولا لا للتشريد هذا مغرب الله كريم راسكنا على تعليم وصلتيهم في الخطابات واجي تشوف الوصية واجي تشوف الوصية ومبارك بالهوية ومسكين حكاية. إفادة الخبر بالمختصر المفيد. نسكنوا في دوار ولاد مبارك مدينة قنيطرة. حنا اليوم جاينا الساكنة كاملة لأننا ولينا متعرضين للتشريد حنا وليداتنا. دازوا حصاونا مؤخرا داروا لنا واحد الرقم ان وموراه واحد الرقم ترتيبي. شويه تنتفاجئوا باستدعاء من المحكمه تيقول لك جاكم الافراغ، محكومه بالافراغ بلا ما يتصنت لينا حد بلا ما يسولنا حد. اول مره دزنا في الجلسه تيقول لك غير شحال وانت ساكن في هذه البلاصه، اللي ساكن 40 عام اللي ساكن 50 عام، الصغير كاع اللي نقولوا صغير عنده 4 الوليدات 3 كلشي وليداتو زياده وخلق تما وتيقرا المدرسه ديال تما. ودابا تيقول لك خرجي ولا جي طريبه تركت على راسك. حنا خويا مع نخرجوا بوليداتنا بحال انا بنتي عندها 19 عام زياده وخلق تم، ولدي عنده 11 عام زياده وخلق تم، وعاد زيد كاين اللي ساكن حتى 50 عام حتى 40 عام. دابا خويا ولينا عايشين في واحد الرعب. انا ولدي يلاه عنده 11 عام مابقاش يبغي يمشي للمدرسه، انت تقولي ماما نمشي للمدرسه ونجي نلقاهم ريبوا لنا براكتنا. فين غنمشيو؟ ماشي محمد السادس سيدنا ياك قال لك جارك تلقى بينه وبينه مانطا وعنده وليداته وعنده حق بالسكن، اللي ما عمرو استافد عندنا حق بالسكن. وحنا هاد البلايص ماشي عاجينا وسكننا فيهم، راه قلت لك الصغير كاع اللي ما ساكن والو ساكن 16 عام 17. هذا عاد اللي تيقولوا هما عاد سكن راه ساكن 17 عام. الصغير عنده 3 الوليدات 4 الوليدات، عاد خلي اللي ساكن 50 عام والديهم يعني تنجوا تما وزايدين تما ووالدين تما وماتوا تما الله يرحمهم. ولا كارت من نهار اللي بدينا تنوعوا تهضر على نفسي وعلى كاع هاد الناس هادو. راه حنا ما عندناش فين نمشيو، حتى لو بغاو ياخذوا ديك الارض تيقول لكم ما ياخذوها غير يجيبوها لنا على ريوسنا وياخذوها بصحتهم، لان بنادم من غيكون شايف راسو غيتعرض للشارع راه تيفضل الموت احسن. وهادشي راه ما تيقبل به لا ربي ولا العبد. ما عمر شي واحد تيبغي يشرد خوه المسلم، ماشي غير اسره وحده تنهضر لك هادشي راه شي 12000 اسره. الصغير قلت لك فيهم عنده 3 الاولاد 4 فين غيمشيو هاد الناس؟ والمخير ساكن 17 عام، هذا عاد اللي تيقولوا هما عاد سكن جديد يعني عاد دار وليدات وعاد كبر، اما هو راه زايد تما وكابر تما. نطلبوا اخويا من المسؤولين ومن سيدنا يعطيونا حقنا، لان داك حقنا ويجيو يحقوا ولا ما لقاوش عندنا وثائق ديالنا على حساب ديك البلاصه اللي حنا تنسكنوا فيها حنا نعطيوها لهم ونخرجوا. قدمنا الشكايات في 2011 باش دازت علينا اللجنه في 2010 وتحصى غير شي وحدين يعني داكشي بالوجهيات، اما اللي ساكن فري راه ما تحصاش. راه هادشي اخويا هادشي راه تيحطم، راه حنا ولينا عايشين في رعب. هاد الناس كلشي مساكن ولا تيشرب الدواء ديال الاعصاب، ما بقينا لا ناكلوا ولا نشربوا ولا نعسوا. حنا عاشه محمد السادس، عاشه الملك. هاد النداء تنوجهوه لربي والملك، هاد النداء تنوجهوه الله سبحانه وتعالى والمحمد السادس سيدنا الله يشافيه الله يعافيه الله يخليه علينا، لان سيدنا ما عمره عبر الشعب ديالو يكون هكا. وحنايا تدقينا جميع الابواب وحتى باب ما تصنت لينا، وعاد اليوم جينا لهاد الارض السعيده على الله يشوف فينا سيدنا ويوصل هاد الميساج ديالنا. السلام عليكم، احنا من الساكنه ديال ولاد مبارك وبني مسكين قنيطره. جينا اليوم كنحتجوا هنايا شاركنا في هذه المساله الوطنيه، تحتجوا لان حنا عندنا مشكل واحد وهو بالنسبه حنا ساكنه ديال دور صافيح ولاد مبارك وبني مسكين اللي تفاجئنا بواحد الاستدعاء من اجل الافراغ، علما اننا حنا من الساكنه اللي حنا قدامو بزاف. راه كاين الدوار اللي عنده يعني ازيد من 60 عام و70 عام، ولاد مبارك ازيد من 10 ديال السنين، وكنتفاجئوا بانه جانا الافراغ وغادي يشردوا مجموعه ديال الاسر، علما ان هذه الساكنه هذه كانت مدرجه في واحد البرنامج برنامج ملكي، برنامج اعاده الايواء اللي في الاونه الاخيره ما اعترفوش بهاد الناس هادو، علما ان عندنا وثائق ديالنا، عندنا لاكارت ديالنا، باسبورات ديالنا، وليدنا تيقراو في مدارس عموميه تما، كنتعلموا في مقاطعه تما. وهاد الناس هادو حنا ساكنين في هذيك المنطقه اللي هي كانت قرويه. اليوم كنشوفوا بان كاين واحد المقاربه ديال التشريد، واحد سوء تدبير ديال ملف السكن العشوائي او الملف ديال مدن بدون صفيح في مدينه قنيطره. يعني كاين سوء تدبير، كاين عشوائيه في القرارات اللي غتمشي ضحيه ديالها واحد تقريبا ازيد من 800 اسره اللي غتتعرض للشارع.
لهذا جينا احنا اليوم للرباط، بحكم ان احنا عندنا القناعه بان هذا المكان هذا هو مكان اللي هو شريف، ومكان اللي فيه سيدنا باش نوصلوا الصوت ديالنا، لان احنا تحقرنا في هذاك ولاد مبارك، وما بغيناش يكون احنا داك الشيء اللي يوقع علينا كيف ما وقع مثلا دواوير اخرى نوليو نهضروا في شي حوايج ماشي هما هذوك. بالعكس حنا وطنيين، حنا اللي باغيين هو الاستفاده ديالنا ونستافدوا بحالنا بحال الناس. اللي كنشوفوا الملف ديال ولد مبارك وبني مسكين يعني اللي تعتمدوا على واحد الاحصاء ديال 2010، علما ان 2010 ماشي كتاب منزل، كانت فيه واحد مجموعه من الخروقات، كانت احصاءات اللي هي مباشره، وحنا عندنا ما يثبت، عندنا وثائق ديالنا اللي كتدل بان حنا ساكنين عشرات ديال السنين في ذيك المنطقه، ولكن المسؤولين ديال قنيطره بصراحه ما خداوش هذه الامور بعين الاعتبار، وقصاو واحد المجموعه ديال الناس، وهذا الشيء علاش جينا حنا كنحتجوا اليوم. السلام عليكم. حنايا جماعه سلاليه ولاد مبارك قنيطره، جينا اليوم باش نديروا واحد الوقفه احتجاجيه ضد هاد المشاكل اللي واقعه لنا، لان حنايا عندنا حقنا وهما كيهضموا علينا، راه ما يقبلهاش العقل. حنا شحال من واحد هنايا ساكنين سنين، حنا سلالين بعد جدودنا ساكنين هنايا، وولادنا ساكنين هنايا، وتنقريو ولادنا وما خلينا ما كنديروا. اليوم كيجيو يديروا لنا ان ار يعني واش هذه حقره؟ راه الشيء ما يقبلوش العقل. وكنتمنى وكنطالبوا صاحب الجلاله نصره الله هو يشوف من حالنا. حنا جينا للعاصمه، جينا للرباط باش الرساله توصل محراو يشوفوا فينا. هاد الناس راهم بغاو يشردوا لنا ولادنا، هاد الناس بغاو يظلمونا، هاد الناس عرفتي التلميذ مسكين اللي هو ولادنا ما كتقول له قرا تيقول لك لا غيجيونا البوليس، لا غيجيونا المخازنيه، لا غتريب دارنا. الدري ناعس كيحلم براسو راه غادي هذا، وكيجيو في الليل كاع كيبغيو يخرجوا عباد الله بلا ما لاعبين على العقول الضعيفه بزاف لا يعقل. ومع العلم ولاد مبارك عاطيه الاراضي، ما يكفي هذا الشيء كامل اللي كاين، ما يكفي. وفي الاخر تيقول لك ما بقاش الارض. علاش ما بقاش الارض؟ ملي فرقتوا راه شات شحال بقى، فين درتوها؟ اراضي فين مشات؟ الاراضي ديالنا فين مشات؟ بغيت نعرف انا الاراضي ديالنا فين مشات. واش نتايا ولد البلاد ويجي واحد يبدا يلعب عليك العشره؟ كنطلبوا بحقنا، بحق خوتي، هما ما ناعسينش وما شايفينش النعاس، بايتين مساكن فايقين وصابحين جايين في الظلمه باش يجيو لهاد الارض السعيده. عسى وعلى الله سيدنا يشوف فينا ويشوف من حالنا. انا كنشوف صاحب الجلاله لما كيعطي شي خطاب كيقول شعبي العزيز، واش غايقول شعبي العزيز ويشردهم؟ راه ما يمكنش. راه صاحب الجلاله والله ما يبغي هذا الشيء. وتحياتي صاحب الجلاله، وعاش الملك والله يعطيه صحيحته، عاش الملك والله يعطيه صحيحته. لو كان الملك شاف هذا المظهر هذا والله ما يبغي، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس. العمران بغات تشرد المغرب كامل، العمران بغات تقضي علينا كاملين، العمران بغات تصيفط لينا ولادنا للانحراف، العمران ما بغاش تجمع شملنا، العمران بغات تشوف الشفاره في المغرب، بغات تشوف القرقوبي في المغرب، بغات تشوف بزاف. حنا بغينا سكن لائق، يعطيوني غير قد الكوزينه ديال داك السيد اللي هو كبير في العمران، يعطيوني لا بيسين فيلا هادي وتشوف واحد في البراكه تقصيه كتنعس ولا ما كتنعش، كيجيك النعاس ولا ما كيجيكش النعاس. حرام من جنب الله. تقوا الله في وجه هاد الناس الدراوش، تقوا الله. رحشوم عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم مواطن من مدينة القنيطرة يسكن في منطقة ولاد مبارك. هنا حنا حاملين بطاقات المملكة المغربية، تنطلبوا من سيدنا جلالة الملك محمد السادس يتدخل للمسؤولين يديروا معنا شي تحقيق في هذا السكن. حنا راه باش يردونا، عندنا ولاد، حنا راه تقريبا شي 26 عام وحنا ساكنين في هذيك المنطقه. انا ما كناخذوا شهاده السكنه، ما كنش نشدوا الوثائق من دائره السادسه مقاطعه ولاد مبارك. راه خصنا حتى حنا نستافدوا، حنا مواطنين قنيطريين وحاملين بطاقه المملكه المغربيه. وعاش الملك، الله ينصر سيدنا محمد السادس. انا ما بغاش الشعب ديالو يتشرد. ملكنا محمد السادس ملي كيخطب الخطاب ديالو تيقول شعبي العزيز. هنا وراء جلالة الملك محمد السادس مطالبين بحقوق ديالنا في السكن، لا للإفراغ.
والسلام عليكم وعاش الملك. تحية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.